السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد. إيه، قصة هحكيها. يمكن كل اللي يتفرج على الفيديو دوت تفيده أو تكون سبب في صلاح حال ناس كتير. وعايزة اللي يشوف الفيديو دوت يعمل لايك وسبسكرايب عشان خاطر الفيديو ينتشر، وربنا يجعلنا دايما كده نحفز الناس على حاجات تفيدهم بإذن الله. في قصة انا شفتها في حياتي وكانت قريبة مني، وفي موقف اللي اثار الجدل جوايا ان انا احكي القصة ديت. شفت فيديو ان عريس يوم فرحه بدل ما يدي التورته لمراته اداها لمامته، وهي كانت العروسة متأهبة ان هو يديها لها هي. فبصراحة يعني الفيديو ده أثرني. ليه انت تكون سبب في ان بنوتة يوم فرحها تزعل علشان حاجة من وجهة نظرك انت شايف ان هي بر؟ ده مش بر. انت كده بتيجي على قلب بنوتة يوم فرحها. انت ما انتش فاهمه. ماشي، حب والدتك، برها، شوف متطلباتها احتياجاتها، هو ده البر. تعليش صوتك عليها، يبقى في حدود في التعامل. هو ده البر. بس انك تيجي على مراتك علشان مراتك او بقى خطيبتك او البنت اللي في حياتك علشان خاطر والدتك، لا، ده غلط جدا جدا جدا. يعني ايه في يوم زي ده انت بدل ما تدي التورته لمراتك تديها لمامتك؟ في يعني من وجهة نظر ناس كتير الموضوع تافه. ايوه، الموضوع مش تافه، الموضوع كبير جدا. هي ازاي تكون متأهبة ان انت تديها التورتايه وانت تديها لمامتك؟ بناء عن ايه تديها لها يوم فرحك مع على عروستك؟ هي عروستك مش مامتك اللي عروستك. مامتك ليك معاها البر، انك انت تبرها، بس مش انك انت تيجي على مراتك يوم فرح. فبصراحة الفيديو دوت هو اللي اثار غضبي في ان انا احكي القصة دي. القصة ديت بنوتة فسخت خطوبتها قبل فرحها ب20 يوم تقريبا او 24 يوم. وكان السبب في دوت، السبب الرئيسي الام. هي كانت السبب في فسخ خطوبة البنت ديت من الشاب ده، على الرغم من ان اهل البنت، والبنت لو كان الخطيب دوت يعني انسان فعلا يستاهل ان هي تكمل معاه، راجل هيقف هيحميها، هيقف في صفها، هيعرف ازاي يتعامل، اكيد كانوا كملوا. على الرغم من ان الحما مش كويسه، لو كان الشاب فعلا مظبوط، امكانياته العقليه كامله. لاني انا من وجهه نظري لما يبقى شاب يتعامل بالاسلوب وبالطريقه ديت فهو عنده قصور في امكانياته العقليه. ايه هي القصه ديت؟ ان الام من كتر تحكماتها في ابنها، ومن كتر ما البنت واهلها كانوا بيتغاضوا عن امور كتير علشان خاطر الموضوع يمشي، وان دوت مش نهايه المطاف، واكيد هيجي وقت وهي هتستوعب وهتفهم ان ابنها دوت بيتجوز، وان ديت مراته مش هي اللي مراته. وهو يستوعب ان دي زوجته اللي المفروض هيكمل معاها حياته، مش مامته اللي هتكون زوجته. اصلي وهي بتبقى في اطار ايه بقى؟ في اطار ان هو لازم يبر امه. في حدود، في فهم. انت تفهم ازاي تبر، اللي بتلبي لها احتياجاتها، ما تخليهاش ان هي تبقى محتاجه لحد، في اي حاجه هي تطلبها منك طالما في قدر المستطاع وانت تقدر ان انت تعمله، طبعا تلبيه لها. بس فكره بقى ان هي تدخل في حياتك، لا، دي محدش هيقبلها، ولا مراتك في يوم من الايام اصلا هتقبلها. مفيش واحده هتقبل ان حاليا كان الحد ده يتدخل في حياتها. ما يعني لو هي انسانه عقلها كامل، عارفه تدير دنيتها وحياتها، هي مش هتقبل بشيء زي ده.
فانت المفروض تكون مستوعب ان الزوجه ديت ليها حقوق، حقوقها واجب عليك ان انت تعملها. هي لما هتزعل منك على فكره برضو هتكون سبب في دخولك جهنم، زي مامتك لو انت ما بررتهاش هتكون سبب في دخولك جهنم برضو. فلازم يبقى الشخص فاهم ومدرك ايه هو البر، ويعني ايه ابقى فاهم زوجتي واراعيها واتعامل معاه واتعامل وابني بيت صح. لازم انت تكون مدرك ده. زي انا سمعت شاب بيقول لبنت ان هي يعني هي ما تقارنش اصلا بمامته، اكيد هي مامته، فاكيد هي كانت بتساله انت يعني انا عندك ايه؟ قال لها يعني الاكيد ان انت مش هتقارني بمامتي. يعني ايه يا حبيبي مش هتقارن بمامتك؟ مامتك لها احترامها وتقديرها، بس انت ما ينفعش انك انت تقول كده. مامتك ليها زاويتها وهي ليها زاويتها، اساسا ما بيتقارنوش. انك انت تقول لا اصل دي مامتي وهي اللي سهرت، ما هي دي مراتك برضو اللي مشيت من بيت اهلها وانت خدتها من بيت اهلها وبتبني معاك حياة هي واولادك اللي هيكونوا منك. ما هي برضو مراتك، هي برضو حياتك. فانت لما تيجي انت تتعامل بالاسلوب ده فهتبقى انت على فكرة كده بتخرب حياتك بس بطريق غير مباشر. وكتير جدا بيبقى شايفها بقى في اطار البر، انا كده ببر بوالدتي. ده كده انت مش بتبر بوالدتك، ده كده بتخرب بيتك. وام الابن اللي تسمح بشيء زي دوت ان هي تتدخل وان هي تحط نفسها في اطار في زاويه انها تاخد حق مش حقها، دي انا من وجهه نظري هو طبعا ده هتتحسب حساب عسير. وانا من وجهه نظري ان هي انسانه ما عندهاش كبرياء، ما عندهاش فهم لان ديت مرات ابني اللي المفروض اعاملها زي بنتي. المفروض ان انا ليا حدود معاها ما تخطاهاش ان هي مش هتقبلها. فانت المفروض تفهمي ده من غير ما تحصل المشاكل اللي تخليها تقولك الكلام ده واضح في وشك. فيا ريت يا جماعه نستوعب وكل واحد يبقى فاهم ومدرك حدوده لفين وما يتعدهاش، علشان سبب كتير من اسباب الطلاق هو تدخل الام وفهم الابن ان هو كده بيبر. في فهم لاطار البر وفي فهم لان اللي معاك ديت زوجتك وانت لازم تبني حياتك في اطار انت وزوجتك واولادك وبس. مفروض احنا نبقى فاهمين ده.